السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكل متابعيني وحبايبي، يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد ووصفة جديدة، والنهاردة هنعمل شوية مكرونة حلوة جدا، شوية مكرونة كده بالصوص الأحمر الخطير. بس قبل كده أنا عزة مصطفى، ويشرفني ويسعدني إنكم تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، وكمان تحطوا لايك للفيديو علشان تشوفوا كل جديد. معايا هنا حلة على النار، حطيت فيها حتة من الزبدة ونزلت على طول ببصلة مفرومة، وهبدأ أقلب البصلة كويس جدا لحد ما تديني اللون الذهبي. وهنا خلاص البصلاية كانت بالشكل الحلو ده ولونها كده، هو ده اللون اللي انا عايزاه. نزلت عليها بقى بالعصير الطماطم المتصفي، وهبدأ هنا اسيب الطماطم كده تتسبك علشان هننزل عليها بالمكرونة. وطبعا المكرونة مش هنسلقها ولا حاجة، أكلة كده في 10 دقايق، بتتعمل بسرعة جدا ومن غير مجهود ولا أي تعب. هننزل هنا بشوية كويسين كده من الفلفل الأسمر، وكمان معلقة من الملح ومعلقة من السكر، علشان نبهر كده الصوص الأحمر الخطير. طبعا هحط هنا رشة شطة، والشطة دي اختياري، لو مش حباها مشطشطة كده ما تحطيهاش. هننزل هنا على طول من الكيس على الحلة. المكرونة مش مسلوقة، طبخة كده في السريع. وكان هنا الصوص الأحمر اتسبك كويس قوي قبل ما ننزل بالمكرونة. هنغطي بقى عليها لحد كده ما تتشرب الصوص الأحمر الجميل ده، وهنبدأ نوطي خالص قوي على المكرونة علشان تستوي على نار هادية جدا. بالشكل ده كانت المكرونة، وكان شكلها حلو قوي. طبعا هنوطي عليها على نار هادية. هنا خلاص المكرونة بقت حلوة كده بالشكل ده، وهنبدأ هنا نغرف طبقنا. الطبق الخطير ده طبق المكرونة بالصوص الأحمر الجميل، واللي بنقدمه بقى مع برجر، مع سجق، مع كفتة مشوية. حتى لو قدمتيه مع شوية بطاطس محمر بتبقى أكلة حلوة قوي. المكرونة خطيرة جدا، طعمها حلو قوي قوي، وشكلها كمان خطير. المكرونة بالشكل الحلو ده كان الفيديو بتاعنا، مكرونة بالصوص الأحمر الخطير. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تتابعوني وتحطوا لايك للفيديو